السلام عليكم متابعيني الكرام. يا رب كلكم تكونوا بخير. حلقة النهاردة: لما الحقيقة تتقلب عليك، ازاي تتعامل مع التناقض وقلب الحقائق في العلاقة. تعال اقولك، عمرك اتخانقت مع حد ولقيته فجأة بيقولك ان المشكلة كلها بسببك، رغم انك متأكد ان اللي حصل غير كده خالص؟ عمرك حاولت تشرح موقف معين فاتفاجئت ان الطرف التاني قلب الاحداث كلها لدرجة خلتك تشك في نفسك؟ لو سألت نفسك هو انا فاكر غلط، هو انا فعلا السبب، يبقى الحلقة دي ليك وعشانك. النهاردة هنتكلم عن واحدة من اخطر الحاجات اللي ممكن تحصل في اي علاقة، سواء علاقة حب او جواز او صداقة او حتى علاقة بين افراد الاسرة. هنتكلم يا جماعة عن التناقض وعن قلب الحقيقة، وعن ازاي تحافظ على عقلك وثقتك بنفسك لما حد يحاول يشوه الواقع قدامك. الأول عايزين نعرف يعني ايه هي قلب الحقيقة. في ناس يا جماعة لما بتغلط بتعترف، بتقول أنا غلطت، وفي ناس تانية لما بتغلط تقعد تبرر في أخطائها. لكن في نوع أخطر بكتير من النوعين دول. مثلا النوع ده اللي بيغير القصة كلها لصالحه. هو وعدك بحاجة وما عملهاش، لما انت بقى تيجي وتعاتبه يقولك ايه؟ انا اصلا ما وعدتكش. تطلع له الرسائل يرد برضه انت فهمتني غلط. ولما تثبت اكتر يقولك ايه؟ بصراحة انت حساس زيادة عن اللزوم. فجأة بدل ما نتكلم عن غلطة بقينا بنتكلم عن شخصيتك انت، وده اسمه تحول مسار الحقيقة. الشخص بيهرب من المسؤولية عن طريق تغيير الرواية نفسها. ليه بعض الناس يا جماعة بتقلب الحقائق؟ في أسباب كتير طبعا. أول سبب الخوف من الاعتراف بالخطأ. في ناس شايفة إن الاعتذار بيكون ضعف، وشايفة إن الاعتراف بالغلط هينقص من قيمتهم، فبدل ما تقول آسف تبدأ تحارب الحقيقة نفسها. السبب التاني الأنانية. أعوذ بالله. الشخص الأناني بيشوف نفسه دايما الضحية، يعني شايف نفسه ملاك بجناحين وانت الشخص المؤذي ده، حتى لو كان هو المؤذي. عقله بيعيد ترتيب الأحداث بشكل يخليه أنا بريء، أنا ملاك، أنا ما بعملش حاجة غلط. السبب الثالث إن يكون عنده رغبة في السيطرة، لأن الشخص اللي يسيطر على الرواية يسيطر على مشاعرك، فهو عنده مرض السيطرة. العلامات إن أنت بتتعرض لقلب الحقائق إيه هي؟ إزاي تعرف إن أنت محطوط في وضع قلب الحقائق؟ أول علامة إنك طول الوقت تكون حاسس بالتشويش. كل خناقة بتخلص وإنت مش فاهم هو إيه اللي حصل، مين اللي غلطان، هو في إيه. العلامة التانية إنك بتعتذر باستمرار وحاسس بالذنب 24 ساعة، حتى في مواقف إنت متأكد إنك مظلوم فيها. العلامة التالتة إنك بقيت ترجع لرسائلك القديمة عشان تتأكد من ذكرياتك. هو إيه اللي بيحصل؟ حصل لك عدم اتزان. العلامة الرابعة إنك بقيت تشك في نفسك أكتر من أي وقت تاني، وده خطر جدا، لأن الثقة بالنفس بتتآكل تدريجيا. أخطر جملة ممكن تسمعها
انت بتتخيل. الجملة دي بسيطة لكن تأثيرها ضخم، لأنها بتخليك تشك في إدراكك للواقع مرة ورا مرة، لحد ما تبدأ فعلا تسأل نفسك: يمكن أنا فاهم غلط، يمكن أنا إحساسي غلط، يمكن أنا مكبر الموضوع. هنا الشخص التاني بيكون نجح في إنه يخليك تفقد ثقتك في حكمك على الأمور وحكمك على نفسك. ناس كتير بتقول: إزاي ما خدتش بالك؟ لكن الحقيقة إن الموضوع بيحصل تدريجيا. للضحية بتصدق أحيانا، مش بيبدأ بكذبة كبيرة، بيبدأ بحاجة صغيرة، ومع التكرار عقلك بيتعب فتبدأ تصدقه لأنه أسهل من المقاومة، وخصوصا لو بتحبه أو بتخاف إنك تخسره، أو مستثمر في العلاقة بقالك سنين. خلينا متفقين إن في ناس من كتر ما هم بيبقوا بيحبوا الشخص اللي قدامهم ساعات كتيرة بيتنازلوا عن حاجات كتير عشان بس يرضوهم. بس ده مش صح، وعمره ما هيكون صح. واللي أخد أكتر من كده إن اللي قدامك عمره ما هيستمر معاك، عمره ما هيقول وهيحطك في المقام الأول. ليه؟ لأن هو شايفك دايما بتتنازل، دايما بتيجي على نفسك عشان ترضيه. هو بيكذب بتعديله عشان ترضيه، هو بيخونك بتعديله عشان ترضيه، هو بيهاجمك وبيقلل من ذاتك بتعديله عشان ترضيه. لأ، لأ وألف لأ. عشان إيه وعشان مين؟ ما تخليش حد يبقى ضامن وجودك إن أنت عمرك ما هتمشي. ما تخليش حد يفضل يسيطر عليك لما يهز ثقتك في نفسك. ما تخليش حد يلغي شخصيتك. الفرق بين سوء الفهم وقلب الحقيقة مهم جدا نفرق بين الاتنين. سوء الفهم يا جماعة هو شخصين شافوا الموقف بشكل مختلف، أنا شايفاه من وجهة نظري وإنت شايفه من وجهة نظرك، أو العكس، كل واحد عنده وجهة نظر. لكن لما تيجي تقول إيه هو قلب الحقيقة، بيبقى فيه حقائق واضحة، زي ما بنقول كده خطوط حمراء باينة وواضحة، الطرف التاني بيتجاهلها وبينكرها عمدا عشان يهرب من المسؤولية. وده فرق كبير جدا بين سوء الفهم وقلب الحقيقة. قلب الحقيقة ده بتحس ان هو عايش في دور الاستعباط، واحد مستعبط ايا كان يا جماعة، اذا كان راجل او ست. ازاي بقى تحافظ على عقلك وسط التناقض ده؟ اول حاجة يا جماعة، صدق ملاحظاتك. لو في حاجة متكررة وعملالك ازعاج، ما تقنعش نفسك انها وهم. تاني حاجة، اكتب الاحداث المهمة اللي بتحصل، مش عشان تمسك عليه اي غلطة، لا مش ده قصدنا عشان تحافظ على وضوح الصورة قدام عينك انت. تالت حاجة، اقعد كده واسأل نفسك سؤال مهم: لو صديقي هو اللي كان حكالي نفس الموقف هقوله ايه؟ الإجابة غالبا هتكون هتفوقه، هفوقك، مش هسيبك في الضلمة دي. ما تدخلش في محاكمة مش بتنتهي. من أكبر الأخطاء إنك تحاول زي ما بقولكوا تثبتوا الحقيقة طول الوقت واخد موقف الدفاع، بتدافع عن نفسك، بتثبت الحقيقة. ليه؟ بعض الناس مش عايزة تعرف الحقيقة، هي عايزة تنتصر وبس. وفي حالة دي كل دليل هتجيبه هيلاقوه، هيعرفوا هيخرجوا منه، هيلاقوا ليه مخرج.
كل تفسير هتقدمه هيتم تشويهه. لذلك احيانا يا جماعة افضل رد هو ايه؟ انا شايف اللي حصل بشكل مختلف وبس. لا هنبرر ولا هنشوف أدلة ولا هنجيب مواقف عشان نثبت خالص. أنا شايف اللي حصل بشكل مختلف، أنت حر في وجهة نظرك، نقطة. لما تكتشف إن حد بيقلب الحقائق باستمرار لازم تحط حدود. الحدود معناها إن أنا مستعد أتكلم، لكن مش مستعدة اتناقش في حاجة واضحة وكأنها مش موجودة. يعني زي ما بيقولوا كده، الحاجة بتبقى واضحة وضوح الشمس، عامل نفسك مش شايفها ليه؟ عشان ايه؟ انا مستعد اسمع، مستعد اتكلم، بس انا مستعد اسمع لكن مش مستعد اشك في نفسي كل يوم. انا مستعد احافظ على العلاقة دي لكن مش على حساب سلامي النفسي. يبقى لازم نحط حدود. انا مستعدة للكلام بس مش هتناقش في حاجة ملهاش لازمة. انا مستعدة اسمع بس مش هسمع حاجة تخليني اشك في نفسي. انا هحافظ على العلاقة بس مش على حساب سلامي النفسي وهدوئي وشخصيتي. لما تبقى داخل كل نقاش محتاج ان انت تفضل تدافع عن موقفك وعن الواقع معاك وعن اللي بيحصل، ليه كل ده؟ لما تبقى مضطر تثبت كل كلمة، لما تحس انك طول الوقت متهم، العلاقة بتتحول من مساحة الأمان لساحة استنزاف. الاستنزاف النفسي أخطر يا جماعة من أي مشكلة عابرة. بدل ما تقول أنت كذاب، أنا عايزة أقول لك إزاي ترد وقت قلب الحقائق. أنا عايزة أعرفك إزاي تتعامل مع شخص بيعمل كده. لما تلاقي اللي قدامك بيقلب الحقائق ما تقولوش أنت كذاب. هتقول له إيه؟ هتقول أنا فاكر الموقف بشكل مختلف. بدل ما هتدخل في معركة بدون هدف، خليك هادي، وكل ما انت كنت هادي كل ما قدرت تشوف الصورة أوضح. ما تبقاش مضطر تكسب النقاش، المهم ما تخسرش نفسك. احنا مش في ساحة حرب، احنا بنكسب سلامنا وهدوءنا النفسي. كل ما هنبقى هادين كل ما الصورة هتتضح لينا أكتر، كل ما هنعرف ناخد قرار في العلاقة دي أكتر ويكون القرار لصالحنا. الحقيقة ما بتحتاجش للصراخ والصوت العالي. ناس كتير فاكرة ان اللي صوته عالي هو الصح، وده مش حقيقي. الحقيقة مش محتاجة عصبية ولا محتاجة تمثيل. الشخص الواثق من نفسه غالبا بيكون هادي، أما اللي بيخاف من انكشاف الحقيقة فغالبا بيحاول يغطي عليهم بالهجوم والانفعال. خليني أقول لك إن الشخص الواثق من نفسه بيكون قاعد زي ما بنقول حاطط رجل على رجل، الصوت هادي، وبيشوف فيلم سينما قدامه واحد عمال يتنطط من العصبية لأنه هو واخد موقف الهجوم وهو عارف إنه هو مش على حق، عشان كده بيغطي اللي هو بيعمله بالصوت العالي. في النهاية يا جماعة احنا هنا عشان نعرف ازاي نتعامل مع الأشخاص الغير سويين لحد ما نخرجهم من حياتنا. مش كل شخص بيختلف معاك بيقلب الحقائق، لكن لما تلاقي التناقض بقى أسلوب حياة، ولما تلاقي نفسك كل يوم بتشك في عقلك وذكرياتك ومشاعرك،
يبقى لازم تقف وتسأل نفسك سؤال مهم: هو هل المشكلة فعلا فيا أنا، ولا أنا عايش مع شخص بيغير الواقع عشان يناسبه الوضع؟ افتكر دايما العلاقة الصحية مش اللي ما فيهاش خلافات، محدش بيقول كده. العلاقة الصحية هي اللي الحقيقة فيها تفضل حقيقية حتى وقت الخلاف. لو وصلت لمرحلة بقيت محتاج تثبت وجود الشمس كل يوم، يبقى المشكلة مش في الشمس أكيد، المشكلة في الشخص اللي مصر يقولك إن النهار بيطلع بالليل. لو عجبكم الموضوع اكتبوا في التعليقات ايه أكتر موقف حسيتوه إن الحقيقة اتقلبت عليكم، واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان تشوفوا حلقات العلاقات الجديدة كل أسبوع.